الجزائر في بناء جدار بمنطقة لالا عيشة في بوكنانو أو ببوكانونو أقول بتلمسان لمنع نشاط التهريب ومحاصرة المهربين، الأمر الذي استحسنه المواطنون في المنطقة، كما قابلت ذلك مطالب بخلق مشاريع تنموية لينتفع منها شباب هناك. أمين مسعودي. بعد مشروع حفر الخندق على طول الشريط الحدودي مع المغرب، جدار إسمنتي هذه المرة لتأمين الحدود وتشديد الخناق على المهربين ومنع عبور المخدرات التي يقف وراءها المخزن المغربي. الجدار الذي يشيد من طرف السلطات الجزائرية أكد بشأنه سكان المناطق الحدودية بولاية تلمسان أنه سيساهم في تأمين الشريط الحدودي، لكن يا خويا الجدار من حيث الافات الاجتماعيه اولا كاينه منها حاجه مليحه وكاينه منها، راه يدور ديجا في الفيسبوك. حنا نتمناو من الدوله ماشي دير غير الجدار، دير الالغام الضوء تاع 345 فولت، واش حتى هي يدبروا علينا حنايا، يعطيونا الخدمه. حنا ما راناش كونتر الدوله، يدير الالغام يدير الضوء نورمال، بصح واش حتى هي خصنا البديل، خصنا الخدمه. هي حاجه مليحه وحاجه قبيحه. حاجه مليحه المخدرات اللي كتدخل وكذا، وده حاجه قبيحه. دوك الاهل تاعنا ما راناش نشوفوه. دوك انا عندي لافون فاميلتي، دوك باش نشوف انا ما عنديش الدراهم باش ندخل بالطياره ولا باغي نمشي نشوفهم هكذا. ونحب الجزائر وانا مواطن ورانا محقورين هنايا، خص لازم ديروا لنا حل. الجدار الواقع بمنطقة لالا عيشة الحدودية يخلف تساؤلات كثيرة لدى سكان المنطقة، فهل سيتم تعميمه على كافة الشريط الحدودي أم منطقة باب العسة فقط؟